يا مساء الفل عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم منى المسلمي. النهارده بقى هنعمل مع بعض كبده بالرده كده بس خطيره. بصوا هتعجبكم جدا، هقولك على شويه تريكات كده هتطلع معاكي مظبوطه، ولا ناشفه ولا هتلاقيها كشكشت كده ولمت. بصوا هتاكلوا احلى كبده ممكن تاكلوها في حياتكم. بجد كان طعمها روعه، يعني احلى بكتير كمان من اللي بنجيبها من اشهر المحلات. طبعا كلنا عارفين مين احلى حد بيبيع كبده برده. يلا بينا اوريكم عملت بقى الطريقه دي ازاي. بصوا انا هنا جبت نص كيلو من الكبده ما بتتغسلش يا جماعه، خلي بالكم التركية دي مهمه جدا. وجبت معلقتين كبار وليمونه وفلفل احمر فلفل اخضر، ما عندكيش فلفل مش مهم، مش اساسي بس بيخلي الكبده في حته تانية يعني بيبقى تحفه. وطبعا ملح وفلفل وكمون وكزبره وشطه، شطه برضو اختياري، او ممكن تحطي قرن فلفل حامي اللي يعجبك. هنحط كل ده بقى في الكبة كده ونطحنه. بص هتديكوا خلطة تحفة يعني. وطبعا ما ننساش الخل، يعني الليمونة وبتاع ايه. لو الخل قوي مثلا معلقتين كبار. لو الخل مش قوي قوي يبقى ايه، ربع كوباية كده، عشان ساعات الخل ما بيبقاش قوي اكنك ما حطيتيش اصلا. تمام، يبقى احنا حطينا هنا ايه بقى في الكبة. على ده نص كيلو كبدة، معلقتين توم كبار وليمونة وفلفل، فلفل رومي بقى احمر اخضر حامي زي ما انت عايزه. والبهارات بتاعتنا ملح وفلفل وشطه وبابريكا. لا ما حطيتش هنا بابريكا، ملح وفلفل وكزبره وكمون وسنه شطه. لو عندك فلفل حامي سيبي الشطه بقى. بس هاخد كل التتبيله دي بقى وانزل على الكبده اتبلها. يعني الكبده ما بتحتاجش تتبيل كتير، يعني حلوه قوي عليها نص ساعه، مش لازم بقى من بالليل زي الفراخ او البفتيك او كده. هتبلها بقى حلوة قوي كده. خلي بالكوا اوعى حد يغسل الكبدة، بتقلب معاكي بقى بزفارة وبتبقى وحشة قوي، متديكيش نتيجة حلوة قوي اما بتتغسل. بس انا قعدت كده نص ساعة في التتبيلة. جبت بقى ردة وهعملها حلو في الردة كده وهقليها، وهتطلع معاكم بقى احلى كبدة ممكن تاكليها في حياتك. يعني بصوا انا هنا بكون يعني بسخن زيت. عقبال ما الزيت يسخن هنزل كده في، يعني هنزل في الردة كده. وهعمل بقى كل الكمية بنفس الطريقة يعني، ولا هنحط بقى، في ناس تحط بيض او عشان يبقى ماسك، لا 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 مينفعش خالص يعني. بجد يعني تبقى كلمة الزفارة اي حد يعمل كده. هو من التتبيلة على الرد على طول. هنعمل بقى كل الكمية ونضغط كده عشان الردة تمسك فيها. هتشوفي ولا هتفك ولا هتطلع معاكي تحفة يعني. ولا هتلاقيها بقى، لا في كبدة كده اما بنعملها بتلاقي اول ما بتنزل الزيت بتلاقي جوانبها كده لمت وكشكشت كده على بعضي. بصي هتفضل زي ما هي، اكننا بنعمل بفتيك. مش هيجرى لها اي حاجه. بصوا هننزل في الزيت، وخلي بالكم بقى الزيت يبقى سخن وعلى نار عاليه. وما نكملش ايه اقولك ايه 3 دقايق مثلا عشان ما تنشفش. هو الكبده اصلا ما بتاخدش سوا، هي دي التركية بتاعتها يعني. ولا تتغسل ولا تسيبيها على النار تنشف يعني. بصي يا دوبك لونها هيغير لون بس، نروح قلبينها على الناحيه التانية. وبرضو ما تاخدش 3 دقايق على الناحية التانية وبس نطلعها بقى. هتلاقيها معاكي بقى طرية وجوسي كده وتحفة يعني. بصوا بقى هو ده الشكل النهائي. انا خلصت كده كل الكمية قلتها، ولا اتنت بقى ولا نشفت. بصوا بتتقطع بمنتهى السهولة. انا بس معرفتش اعملها لكم بايدي عشان كانت سخنة جدا. بصوا بقى طلعت كانت روعة يعني تحفة بجد. اتمنى بقى تجربوها وتعجبكم جدا، هتعجبكم بجد يعني، ثقة مني. وبرضو نوع الكبدة بيفرق، خلي بالكوا يعني هاتوا الكبدة كده من حد موثوق فيه. وعملت جنبها بقى شوية طحينة. وبس كده بألف هنا وشفا. يا رب بقى الفيديو يكون عجبكم. اتمنى بقى تجربوا الكبدة بطريقتي وتعجبكم. باي باي حبايبي، اتوحشوني، اشوفكم في فيديو جديد.